مشوار طويل وسنين طويلة وحقيقي بصمة متسابة على الأرض بشكل كبير، بس الألبومات قليلة قوي بتاعت وسط البلد ليه؟ علشان بندور على حاجة نقولها. مم. يعني يبقى انا ممكن امسك في حاجة، ممكن امسك في انتيكة مثلا اللي نجحنا بيها ونعمل 50 انتيكة تاني مثلا. يعني نعمل حاجات شبهها، احنا عرفنا خلاص اللي بينجح. ممكن نمسك شمس النهار ونعمل 50 شمس النهار تاني مم. وهتنجح. بس احنا مش هنحس كده ان في حاجة غلط، يعني هنحس ان في حاجة مش حقيقية. ان احنا نختار ليركس مع بعض او نبعتها على الجروب بتاع الواتساب مثلا، ون... ونشوف وكل حد يبعت يقول ايه ده الكلام ده حلو، مم. انا حاسه الكلام ده جديد، المواضيع دي جديده. لان احنا اصلا بندور على حتى كونسبت جديده في ان احنا نلاقي كلام او مواضيع جديده. في قريب هننزل اغنيه معموله بمزيكا افرو شويه كده. احنا عملنا مزيكا الاول وفضلنا حيرانين هنعمل ايه. فدايما مراتي كانت قاعده فهي بتكتب مم. كتير. فاحنا قاعدين نفكر احنا هنقول ايه في الاغنيه دي، هنعمل ايه في الاغنيه دي. وهي قاعده كده سمعتنا قاعده تكتب وطلعت لنا بالفكره. اه. فطلعت بالفكره، فكره هايله جدا ومختلفه خالص عن اي حاجات احنا عملناها قبل كده. الفكره راحت لحد بيكتب شعر فكتبها في صوره اغنيه، انا غنيتها على على طول. الاغنيه. فالبروسيس اصلا مش دايما يجي بالصدفه، بطيئة يعني عشان الصدفه دي كده. كانت دايما قاعده. اه. لو ما فيش حد قاعد بقى ما ممكن كانش نقعد احنا ممكن نقعد بقى سنين او تتنسي المزيكا ديت وعملناها وموضتها هتروح وما احنا ما نفذناهاش. فلازم دايما نبقى حاصل موقف، حد حكى لنا حاجه قويه او حد بعت لنا كلام ايه ده ما ينفعش يتساب. بتدوروا على حالة يعني معينة، بالظبط. مش بنعمل ألبومز أو أغاني بالظبط وخلاص. عشان نفضل متصدقين. يعني صح. ممكن نعمل اغاني فور فن والناس عشان ترقص عليها وبتاع وتتبسط، بس ده سهل ما مم. فيش مشكله، بنعمله وبنحطه في الالبومز وكل حاجه. بس لازم يبقى في في بصمة الالبوم بتاعتنا. اغاني لما احنا نقعد نسمعها اللي هو يعني يتبسط انه بيسمعها، يفصل ان هو عاملها. مم. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.